بيبدأ الفيلم مع بنت جميلة بتجمعها علاقة حب إلكترونية مع شاب بيكون عايش برا البلد لسبب غريب. وإيه نهاية قصة الحب دي؟ وبتبدأ القصة مع البطلة إزمير اللي بتكون بمطار باريس وبتحكي قصتها، وإنه أهلها سموها إزمير علشان تبقى حرة زي المدينة اللي اتولدت فيها. وبعدها بتكون بالمدرسة مشغولة بالتليفون بتاعها لحد ما الأستاذة بتلاحظ وبتفضل تبهدلها على عدم التركيز المستمر، وبتستدعي والدها وبتقوله على كل حاجة. ولما بتروح الأستاذة إزمير بتقول لباباها إنه محدش بيحبها بالمدرسة، وبيفضل والدها يهون عليها، وبيكون شغال بالجيش وإنسان منظم جدا لدرجة إنه بيتخانق مع سواق العمارة علشان بيكون في حد راكن غلط. وبتوصل إزمير الغرفة بتاعتها وبتفضل تكلم صاحبتها وبتقول لها قد إيه إنها متضايقة بالمكان ده لأنه محدش بحياتها شبهها وحاسة بالوحدة طول الوقت، لحد ما بتوصلها رسالة مكتوب فيها إنها لازم تنام لأنه الوقت بقى متأخر. بس بيبان عليها إنها زعلانة من الشخص ده لأنها كانت مستنياه يبعت من زمان، وبقالهم فترة كويسة مش متكلمين مع بعض، وهي حابة إنهم يتكلموا مش تنام. وتاني يوم الصبح بالمدرسة بيوصل بوكيه ورد لإزمير وهي بتكون متفاجئة جدا، ولما بتروح بيسألها والدها عن صاحب البوكيه، بس هي بتقوله انه مفيش عليه اسم، بس بيكون واضح انه الشخص اللي بتتكلم معاه هو اللي بعت. وبعدها ازمير بتسأله عن سبب الورد، فبيقول لها لانه عارف انها وحيدة زيه. وبعدها بيبدأوا انهم يتكلموا اكتر، وبيكون الشخص ده اسمه جان وبيطلب منها انها تتصور وتبعت له صورتها، وبتوافق بس الصورة ما بيكونش باين فيها وشها. وبعدها بيبعت لها رقمه وبيبدأوا انهم يتواصلوا اكتر، وبيفضلوا يتكلموا في كل مكان وفي كل وقت حتى وهي رايحة للمدرسة. وبرضه جان بيبقى مبسوط لانه كان دايما حاسس بالوحدة، فدي اول مرة ما يحسش بيها ويحس انه في شخص جنبه معاه وكمان بيهتم بيه. وبيجي بعد مرور 7 شهور وبتكون ازمير بتتكلم معاه وبتسأله عن السبب اللي خلاه يسافر لألمانيا، فبيعرفها انه بيدرس دلوقتي وانه بقى وحيد جدا في البلد دي. وبيقول لها انه لما كان صغير مرض بمرض خطير وكانت مامته بتهتم بيه بشكل كبير لدرجة انها اهملت اخوه الكبير وبقى بيغير منه جدا. ولما بيجي دور جان انه بيسأل اسئلة كتير جدا، ولكن قبل ما تجاوب ازمير بتدخل عليها مامتها فبتضطر انها تقفل بسرعة. وبعدها ازمير بتتكلم وبتقول انها هي وجان اتكلموا مع بعض 7 مرات وبعتوا لبعض اكتر من 628 رسالة، وبنعرف هنا ان هي بتتواصل معاه في اي مكان. وبالليل بيقرر ان هو يكلمها فيديو علشان هما الاتنين يشوفوا اشكال بعض، فبتحب الفكرة جدا وبتبدأ انها تجهز نفسها وبتحط ميك اب كتير. وجان كمان بيبقى بيستعد لانه متحمس جدا ان هو يشوف شكلها لاول مرة. واول ما بيتصل عليها بتفتح على طول، ولكن بتبقى مدارية وشها لانها خايفة انه ما يعجبوش وشها لانه في نمش كتير. بس هي اول ما بتشوف شكله بتبقى مبهورة بجماله وبتفرح لما بيقول لها انها جميلة جدا واجمل كمان من توقعاته، وبيبدأ يكرر الاشعار اللي هي بتبعتها دايما وبتبقى مبسوطة جدا. وقبل ما يكمل كلامه بتيجي واحدة وبتنده عليه باسم ايجي، فبيقفل على طول المكالمة وبيكون متوتر. وطبعا ده بيخلي ازمير تبقى قلقانة جدا عليه وبتفضل تتصل عليه ولكنه ما بيردش ابدا وبيكون قافل التليفون نهائي. وبتبقى مستغربة الست اللي ندهت عليه فجأة وكمان باسم تاني غريب غير جان اللي هي متعودة عليه. وبتفضل ازمير متضايقة جدا لانها فاكرة انه كان بيكذب عليها طول ال7 شهور اللي فاتوا، ومعنى كده ان هو كذب عليها في كل حاجة قالها قبل كده، على عكسها هي اللي كانت حقيقية جدا وانها ما بتعرفش تكذب نهائي. وبيجي الليل وجان بيفضل يحلم ان هو بيغرق وبيقوم مفزوع من النوم، وفي اللحظة دي ازمير بتفوت بتلاقيه بيتصل عليها وكأنها ما بتصدق وبترد عليه على طول وبتسأل على السبب اللي خلاه يكذب عليها وبتتخانق معاه وبتقوله ان هي مش عايزة تتكلم مع شخص خدعها وضحك عليها. فبيقول لها انه حياته صعبة جدا، لو قال لها مستحيل تصدقه لانه عايش حاجات كتير سيئة، وبيعرفها ان هو كان على وشك انه يموت من الوحدة اللي كان عايش فيها، وانه كان قاعد دايما في الأوضة بتاعته مش بيخرج منها ابدا ولا حتى بيروح لأي مكان غير بصعوبة جدا. وبيعرفها ان هو اسمه ايجي وبيوعدها انه في يوم من الايام هيقول لها على حقيقة كل حاجة، وبيفهمها انه بسببها بدأ يشوف الحياة من منظور تاني. وطبعا بعد ما بتتكلم معاه بتبقى مبسوطة وبتبدأ تكون معاه هو واصحابه التانيين مجموعة وبيبدأوا يتواصلوا هما ال5 مع بعض. واول واحد فيهم بيبقى اسمه كيراي وهو اللي مؤسس المجموعة كلها، وبيعرفهم ان هو كان بيعاني من الوحدة الشديدة وعلشان كده قرر انه يأسس المجموعة دي. وبتسأله ازمير لو هي ما عرفتش الحقيقة بالصدفة كان ممكن يقول لها على حقيقته في يوم من الايام، او حتى هل ممكن انهم يتقابلوا. ولكن هو وقتها بيرن عليها فيديو ولكن بيقول لها انه في ما بينهم مسافة من 4 ارقام وده معناه انه مفيش امل نهائيا انهم يتقابلوا. فبتقفل التليفون بوشه لانها كانت عايزة جدا انهم يتقابلوا باسرع وقت لانها خايفة جدا انها تتعلق بيه ولكن بالنهاية ما يكونوش لبعض.
وبتكون العلاقة دي متعبة ليها بس، وتعاني معاناة كبيرة بعد غيابه، وكأنها بتغرق في بحر ملوش مخرج. وبعدها بتتصل عليه وبتسأل إذا كانت الدنيا بتمطر عنده زي ما بتمطر عندها، وبتخليه يقف قدام الشباك ويمد إيده علشان يلمس المطر، على أساس كده إن هما الاتنين مسكوا إيد بعض. وبتخليه يشغل نفس الأغنية اللي هي مشغلاها، بس بيتضايق منها وبيقول لها إن هما الاتنين مستحيل يتجمعوا نهائي بعد كده. وهي بتستجمع كل قوتها باللحظة دي، وبتعرض عليه إنهم يشيلوا كل المسافات اللي ما بينهم ويتقابلوا ويتعرفوا على بعض. وبتعرفوا وقتها إنها بتحبه. وتاني يوم وهي بتتكلم معاه بتتفاجئ لما أصحاب والدها بيجوا عندها وبيقولوا لها إنه مات في مهمة عسكرية، ووقتها بيغمى عليها من الصدمة وما بتبقاش مستوعبة، وبتروح للمستشفى وبترجع وحيدة تاني زي الأول، لأنه كان باباها أكتر شخص بيفهمها وحاسس بيها، وما بتبقاش قادرة تعمل أي حاجة ولا تتكلم مع أي حد. وبيحاول إيجي يتصل عليها وبيبعت لها رسائل كتير جدا، ولكن ما بتكونش قادرة إنها ترد على أي رسالة منه. وبعدها أصحاب والدها بيجتمعوا معاها ومع والدتها وبيعرضوا عليها إنها تسافر أمريكا، ولكن هي بترفض وبتقول لهم إنه هي مستحيل تسيب أمها لوحدها. فأصحاب والدها بيحاولوا يفهموها إنه دي منحة متقدمة من القوات المسلحة التركية، وإنها لازم تقبلها لأنها مش هتتعوض تاني. وفي اللحظة دي بتقبلها وبتقرر إنها تكمل دراستها بره اسطنبول، وفعلا بتسافر لأمريكا وبتروح للجامعة بتاعتها، وبتبقى مستغربة المكان والطلبة وكل حاجة حواليها بقت جديدة عليها وحاسة بالوحدة تاني. لكن وقتها بتتعرف على أصحاب جان اللي موجودين معاها بنفس الجامعة، وواحدة منهم بتعرفها إن هو دلوقتي بيعاني من ظروف صعبة جدا، علشان كده معرفش يجي عندهم ويستقبلها. وبتأكد عليها إزمير ما تقولوش إن هي معاهم في نفس الجامعة، ولا حتى إنها سابت اسطنبول أصلا وقررت إنها تكمل دراستها في أمريكا. وبعدها بتدخل لأوضتها وبتلاقي جان بعت لها رسائل كتير جدا، بس ما بتردش عليه أبدا. ولما بتروح تحضر المحاضرة بتاعتها بتقعد جنب دروك، ولما بيسألها عن حبيبها جان بتتوه بالكلام وبتسيبه وبتمشي، وبتروح تقعد لوحدها في الكافيه. وبتجي لها البنت دي وبيكون اسمها بوسي، وبيتكلموا هما الاتنين مع بعض، وبتفضل بوسي هي اللي تتكلم وبتقول لإزمير يعني يعتبر إنها فقدت كل أهلها، لأنهم مش موجودين بحياتها ولا بيهتموا بيها نهائي، وما بيتواصلوش معاها غير علشان الفلوس. وبتسأل إزمير إذا كان عندها حبيب ولا لأ، فبتقول لها إنه هي كان عندها بس دلوقتي لأ. فبتسأل بوسي لو كان سبب الانفصال هو الخيانة، ولكن إزمير بتقول إنه لأ، ولكن اتغير عليها وما بقاش زي الأول. وبتفضل بوسي تديها بنصايح كتير، ووقتها بتعرف إزمير إنه اللي عملته غلط ولازم ترجع تتواصل مع جان تاني، لأنه أكيد بيحبها وقلقان عليها. وبتروح على طول تتواصل معاه وبيرجعوا زي الأول وأحسن، وكمان بتبقى تشارك معاه كل حاجة زي الأول. وبنفس اليوم بتعرفه إن هي خدت منحة، وبتسأل هيتقابلوا إمتى، فبيعرفها إنه هي لازم تديله بس شوية وقت، وبتعرفه إنها هي هتفضل تستناه كمان. وبعدها لما إزمير بتقف مع صاحبتها بوسي بتتعب جدا وبيغمى عليها، فبتاخدها إزمير للدكتور. وبتعرف وقتها إنه جالها نزيف بعد عملية الإجهاض اللي عملتها، فإزمير بتروحها البيت وبتبدأ إنها تعتني فيها كويس جدا. وبعد كده بتقعد إزمير مع أصحابها وبتبقى مبسوطة ما بينهم، وبيجي لهم باللحظة دي بيرك، وطبعا محدش فيهم بيكون طايقه، وأكتر واحد ما بيبقاش طايقه هو كوراي. فبيرن على جان وبيدي التليفون لإزمير وبيقول لها قدام الكل إنه حبيبها بيتصل عليها، لأنه عارف كويس جدا إنه بيرك بيحوم حوالين إزمير. وبالمكالمة بيفضل جان يسأل عن بيرك، ولكن إزمير بتفضل تتكلم عن بوسي، ولكن جان بيقطع كلامها تاني وبيتخانق معاها وبيبقى عايزها تروح تقول لبيرك إنه عندها حد، ولكن هي بترفض. فجان بيزعل منها جامد وبيقفل التليفون في وشها، وبيبقى متعصب جدا وبيكسر كل حاجة حواليه. وبيجي الليل وبيقرر جان إنه يعرفها الحقيقة اللي هو مخبيها عليه، وبيبدأ يعيط وبيقول لها إنه هو قاتل، وبيقول لها إنه عايز تحصل معجزة ويرجع بس دقايق، وبيعرفها إنه مستحيل يكمل مع واحدة بريئة زيها. وبيقفل التليفون، وفي اللحظة دي بتقرر إنها ما تتخلاش عنه، وبتحجز أول تذكرة طيران لفرنسا وبتسافر عنه. وبعدها بتوصل للمكان اللي هو عايش فيه وبيتفاجئ بوجودها جدا، ولكن طبعا بيكون مبسوط. وبيجي الليل عليهم وبيقعدوا سوا، وبيعرفها إنه أبوه كان بيضرب أمه وكان دايما بيزعل أبوه وبيحاول إن هو يدافع عن أمه. ومن كتر عصبيته راح علشان يفرغ طاقته في حفلة صحابه، وقابل حبيبته السابقة هناك كانت بتتخانق مع واحد، فمن عصبيته وأساسا هو كمان كان سكران فضل يتضارب هو والولد اللي بتتخانق معاه صاحبته، ووقع في المسبح بالغلط فمعرفش يخرج ومات. وأمه قالت له إنه لو دخل السجن هي ممكن تخلص على نفسها. وبعدها الدنيا بتمطر عليهم وبيبقوا مبسوطين جدا وهما شايفين المطر،
وتاني يوم بياخدها علشان يفرجها على الأماكن اللي في باريس، وبيبقوا مبسوطين جدا وهم سوا وبيقضوا اليوم كله مع بعض. وبعدها بيوصلها للمطار علشان تروح لأمريكا وتكمل الجامعة بتاعتها ودراستها، وبتفضل تعيط لأنهم هيفترقوا. وأول ما بتوصل الجامعة بتاعتها بتعمل حادثة، ومن حظها إنه بيركي بيكون معدي وبيشوفها وبياخدها كمان على المستشفى. وبنفس الوقت تليفونها بيرن، فبيركي بيضطر إنه يرد. وطبعا جاد أول ما بيسمع صوته بيبقى مصدوم، ولما بيركي بيديها التليفون بتعرفه إن هي تعبانة وفي المستشفى. فبيقول لها إنه هي أول ما هتخرج هتلاقي عربية فلازم تركبها لأنها بتكون عيلته وهتهتم بيها جدا. وبيقول لها إن هم عارفينها كويس. وأول ما بتوصل القصر بتاعهم بتقابل أخوه وزوجته وبنتهم الصغيرة، وبعدها بتدخل الأوضة بتاعت جان وبتبقى مبسوطة جدا لحد ما بتشوف صورته مع حبيبته السابقة، وبتتصدم لأنها بتبقى هي نفسها صاحبتها بوسي اللي اتعرفت عليها في أمريكا. وبتصحى تاني يوم على صوت جان وبتبقى مبسوطة. وأبوه أول ما بيشوفه بيفضل يتخانق معاه لأنه خايف عليه، وكده كمان بيعرض نفسه للخطر. فبياخد إزمير وبيقرروا إنهم يسافروا. وطبعا أبوه لما بيعرف بيبقى متعصب جدا. وبعد ما بيكونوا مبسوطين مع بعض طول اليوم بيقرر جان إنه خلاص لازم يرجع. ولما بترجع إزمير على الجامعة بتشوف بوسي وهي واقفة مع علي أخو جان، فبتقرر إزمير إنها تمشي ورا بوسي وتعرف إيه العلاقة اللي ما بينهم، لحد ما بتلاقيها واقفة مع علي وبتبدأ إنها تصورهم هي وأصحابها. وبيبدأ علي وبوسي يتكلموا هما الاتنين مع بعض، وبيظهر إن بوسي متفقة مع علي إن هما يدمروا جان، وبيظهر إنهم كانوا بيحبوا بعض زمان. وبيتصل عليها علي في الوقت ده وبيطلب إنه يعرف مكانها، وهي فعلا بتبعت له المكان. ولما بيوصل بيشوفها وهي بتتخانق مع أخوه وبيتصدم لأنه ما كانش يعرف إنه هي حبيبة أخوه السابقة، وراح بنفسه وغرق الشخص اللي كان أخوه بيتخانق معاه وفضل يغرقه لحد ما مات. وطبعا بوسي كانت واقفة وشايفة كل حاجة، وبيعرفوا برضو إن هي كانت حامل منه. وفي اللحظة دي بتوصل الشرطة عليهم وبتاخد بوسي وبيظهر إن بوسي كانت متفقة مع إزمير وبيجي الليل عليهم. وإزمير بتحكي لجان كل حاجة، فبيتصدم جدا من أخوه وبيقول لها إنه مش هيعرف يرجع للمكان اللي أخوه الحقيقي نصب له فيه الفخ. وبكده جان طلع بريء وأخيرا، والحمد لله طبعا هيتجمع هو وإزمير مرة تانية.